ويلكم باك. النهارده هنتكلم عن اللوكن اللي انا بشوفه من اقوى مؤشرات الفوليوم. السوق عمره ما بيتحرك بشكل عشوائي، اللي بيتحرك بشكل عشوائي هو فهم الناس للسوق للاسف. اغلب المتداولين بيركزوا على السعر، الشمعة عملت ايه، طلعت ولا نزلت، قفلت وفتحت على كام، والكلام الجميل ده كله. لكن في الحقيقة الاهم في التداول مش السعر، الأهم هو الفوليوم. السعر نتيجة، لكن الفوليوم هو السبب. أي حركة سعرية قوية حصلت في أي ماركت سواء ستوكس كريبتو أو فوركس لازم يكون وراها سيولة حقيقية. فلما الماركت مثلا بيطلع بشكل كبير جدا في فترة قليلة ده معناه ان في قوة شرائية كبيرة، والعكس صحيح. لما بننزل داون ترند زحليقة لتحت كده زي اللي بيحصل اليومين دول فده معناه ان في قوة بيعية كبيرة جدا. اما لو في حركه كبيره سواء كانت شرائيه او بيعيه ولكن مفيش فوليوم على المؤشرات بتاعه الفوليوم، خصوصا على المؤشر اللي هنتكلم عنه النهارده، ففي الغالب الحركه دي فيك وليكويديتي جراب. وهنا يجي السؤال المهم، طب لو الفوليوم هو الحقيقه الوحيده اللي ما بتكدبش، اوكي، ليه اغلب الناس مش بتعرف تقراه وتستخدمه صح؟ بكل بساطة لأن معظم مؤشرات الفوليوم التقليدية واللي أنا جربت أصلا شخصيا المئات منها بتعرض لك كمية التداول مش جودة السيولة. بتشوف بارز طالعة ونازلة بس ما بتعرفش هل دي سيولة مؤسسات ولا ريتيل، هل الفوليوم ده بيأكد الاتجاه ولا بيتسحب قبل ما الحركة أصلا تكون بتحصل، هل الفوليوم ده قوة شرائية حقيقية ولا قوة بيعية ولا أصلا مجرد حاجة فيك معمولة ليكويديتي جراب. وده بقى بالنسبة لي الفرق ما بين متداول عادي ومتداول فاهم. المتداول العادي هيسأل أكيد السعر طالع ليه، طب طالع لحد فين عشان يشتري ويبيع. لكن المتداول اللي فاهم هيبقى فارق معاه مين اللي طالع بالسعر والسعر ده ايه السبب فيه. وهنا بقى ندخل على مؤشر مهم جدا زي مؤشر اللوكن. مؤشر اللوكن انا مش بشوف ان هو مؤشر فوليوم عادي، انا بشوف ان هو اداة معمولة عشان تجيب لك اجابة سؤال واحد بس: هل الفلوس الحقيقيه دخلت ولا لا؟ وفي مؤشرات كتير الحقيقه بتتكلم عن نفس الفكره وبتوضح لنا نفس الحاجه زي مؤشر الام سي دي اكس، ولكن خلونا نكون في الفيديو ده بنتكلم على اللوكن. المؤشر ده بيشتغل على فكره اساسيه جدا، وهي ان الفوليوم لو ما كانش متزامن مع بنيه السعر يبقى الحركه دي مش مستدامه وحركه فيك. يعني بكل بساطه سعر طالع بدون فوليوم فده حركه ضعيفه، سعر بيكسر مقاومه مع فوليوم ذكي ده بريك اوت حقيقي، السعر بيطلع وفوليوم بيقل ده مش صعود، ديستريبيوشن. وده اللي بيفرق جدا في تحديد نقط الدخول، تأكيد الاختراقات، تجنب الفيك اوتس، وفهم امتى الحركة تستاهل المخاطرة. المهم بقى ان احنا نفهم ان مفيش مؤشر بيشتغل لوحده، اللوكن مش عصاية سحرية، هو أداة اوكي بتشتغل جوه السيستم. لازم في كل استراتيجي يبقى بنشوف على الأقل 4 اتجاهات: مومنتوم، ترند، فولاتيليتي، فوليوم. فتعالوا نشوف مع بعض مؤشر اللوكن والتفاصيل بتاعته، وكل تفاصيلة وكل حركة وكل لون استخدامها ازاي عشان نعرف نكون بنستخدمه بشكل قوي. هكون بعمل له ابلاينج على واحدة من الاستراتيجيز المفضلة بالنسبة لي وهي الترند فولوينج استراتيجي. سو ليتس جو. اوكي ليتس بلاي، هيا بنا نلعب. خلونا الاول نشيل المؤشرات الكتير قوي دي ونفتح بس المؤشر بتاع اللوكن. اوكي بس as I said before already ان احنا ما ينفعش نكون بنستخدم طبعا مؤشر واحد لوحده، لازم يكون معانا كذا مؤشر بيورينا الماركت من اتجاهات مختلفة. فخلينا على الاقل خلينا الاول نفتح السولانا. نفتح السولانا على فريم مثلا الايه، خلينا على الوان داي. اوكي خلونا نبص. انا دلوقتي هستخدم مؤشر، طبعا اول حاجه لازم يبقى معانا مؤشر للترند اللي هو الاي ام اي 50 و100، وده كده ده مؤشر اللوكن اللي احنا بنتكلم عنه. اوكي وده مؤشر ال 3 جيميناي اللي انا قلت عليه اوريدي ان هو بديل للار اس اي واقوى منه بكتير جدا، لان انا بحب اشوف الحركه الحقيقيه اللي بتحصل في الماركت، الحركه اللي بتحصل من المؤسسات مش الحركه العشوائيه اللي بتحصل من الانديفيدوال تريدرز. ذاتس واي كنت بقول ان احنا عندنا اوريدي انديكيتور اسمه الام سي دي اكس، هو اوريدي برضو بيدينا نفس الفاليو بتاعه مؤشر اللوكن، ولكن خلونا نتكلم عنه في فيديو منفصل. برضو الام سي دي اكس بيورينا الدومينانس او الفرق ما بين حركه الانديفيدوال تريدرز وحركه
ناحيه الفاينانشال اورجانيزيشنز. فاللون الاخضر ده مثلا الانديفيدوال تريدرز، اللون الاحمر ده الفاينانشال اورجانيزيشنز. ذاتس واي كل ما هتلاقي اللون الاحمر بيزيد هتلاقينا احنا اوريدي طالعين على اب ترند، اول ما تلاقي اللون الاخضر بيزيد هتلاقينا نازلين زحلقه زي ما بيحصل كده بالظبط. اوكي، فخلونا نكون بنشيل الاول الانديكيتورز دي ونستخدم اللوكن بس، نشوف اوريدي استخدام اللوكن عامل ازاي. اوكي، فده اللوكن. اوكي، اللي هو اللي في النص ده. حلو، عندنا اللوكن فيه كذا حاجه. الاول عشان برضو لو حد مش عارف يلاقيه فهتلاقوه اهو، اللي هو اللوكن V4 بولش سمارت ماني. اوكي، ده عبقري 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 عبقري. حلو، خلونا نشيل الدروينجز دي ونشوف من البدايه كل مكون من المكونات بتاعه اللوكن. اول حاجه احنا عندنا هنا السحابه اللي فوق خالص دي. اوكي، طبعا مش محتاجه اقول يعني لما نلاقيها باللون الاخضر فده معناه ان احنا بولش، يعني بولش فوليوم او قوه شرائيه. لما نلاقيها باللون الاحمر معناها بيرش او قوه بيعيه. اول ما يبتدي يظهر عندنا البارز دي اصلا فده معناه ان في فوليوم، ابتدى يظهر فوليوم. حلو، لما تبقى باللون اللبني او اللون الاخضر الفاتح ده، اللي هي البار اللي باللون الاخضر الفاتح ده لو شايفينه معايا، فده معناه ان الفوليوم يعني لما اللون يتحول لاخضر فاتح فده معناه ان الفوليوم بقى قوي. اوكي، فوليوم الشراء بقى قوي. اما لما نلاقي البارز دي باللون البينك او البني او الاحمر فده معناه ان ده فوليوم بيع. اوكي، كل ما اغماء كل ما القوه زادت. اوكي، لما نلاقي بقى نبص واحده واحده تاني بالتدريج، طبعا كل ما حجم البارز بيزيد او بيطول فده معناها ان الفوليوم بيزيد، يعني القوه سواء كانت قوه شرائيه او قوه بيعيه فهي بتزيد. اوكي، نبص على المكون اللي يليه الا وهو النقط الصغنونه دي. لو شايفين النقط اللي هي بالاصفر والاحمر دي، اوكي، النقطة الصغيرة خالص دي لما تبقى النقطة دي باللون الأصفر فده معناها إن المؤسسات ابتدت تدخل. أوكي، السمارت ماني بقى. أوكي، لما يبقى باللون الأحمر معناها إن المؤسسات ابتدت تبيع. حلو، عشان كده هتلاقوا اوريدي لما النقطة الصفراء دي بتبتدي تظهر هتلاقوا اوريدي بيبتدي يظهر عندنا فوليوم هنا، على طول هيبتدي يظهر لك قوة شرائية، وعلى طول هتلاقي التقاطع بتاع ال L3 جيميناي هنكون بنتكلم عنه في فيديو تاني بعد كده. حلو، طب نبص على الايكونز. هتلاقي الايكونز اوكي، الدولار الاخضر، البولش اللي هو علامة التور دي. اوكي، دي كلها علامات معناها ان في فوليوم قوي، شراء قوي. اوكي، اول ما يبتدي يظهر لنا فوق بقى علامة الدولار الاحمر، او انا عايزه اوريكم برده ثواني، خلينا نمسح ده. عايزه اوريكم مثلا لما يظهر لنا برضو علامه العلامه دي مثلا، اول علامه اللي هي زي الملف دي، او علامه ساعات اللي هو علامه سهم احمر برضو فوق كده. اوكي، فاي علامه بالاحمر فوق اعرفوا ان هو خلاص الترند خلص يا باشا. اوكي، الترند خلص، فانت لو جوه اي تريده بيع بقلب جامد. اوكي، هتلاقوا حتى لو جينا نقارنها اوكي مع حركه السعر فوق، بصوا كده بالظبط معايا، يعني خلونا نمسك المسطره، بصوا كده شايفين من نفس النقطه اللي ظهر لي فيها علامه الدولار الاحمر. اوكي، بعديها على طول الماركت ابتدى ينزل. تمام، ف 100% اللوكن is very very accurate. اوكي، خلونا حتى نعمله باك تيستنج مع بعض ونشوف اوريدي لما اللوكن بيبتدي يظهر فيه ازاي بيتوافق مع باقي المؤشرات اوريدي. حلو، تعالوا نمسك واحده واحده بس. هتلاقوا مثلا هنا اوكي لما ابتدى يظهر لنا علامه الطور الاخضر، وهنا علامه الدولار الاخضر، وابتدى يظهر لنا بارز هنا، فده معناها كلها ان خلاص الفوليوم ابتدى يطلع. حلو، هنلاقي ان احنا كسرنا فوق خط الام اي. اوكي، وبرده على ال L3 جيميناي احنا لسه في النص ما تشبعناش. طيب نبص بقى على الحركه اللي بعديها، ابتدى ننزل شويه، بعد كده هنا السمارت ماني اهو ظهر لنا النقطه الصفراء. اوكي، هتلاقي الترند طلع ومكمل مكمل مكمل. اوكي، لحد ما ابتدى يختفي هنا. اوكي، او ابتدى يختفي كمان من هنا اللي هي النقطه الحمراء دي. ثواني، النقطه اللي هي الحمراء دي اوكي ابتدى يظهر لك فيها، فخلاص المؤسسات ابتدت تبيع. هتلاقي خلاص ابتدينا ننزل شويه، بعد كده راح طالع تاني. هتلاقوا كأن اللوكن بيرسم الحركه بتاعه السعر يا جماعه، حرفيا بيرسمها. اوكي، وهتلاقوه بيؤكد نفس المؤشرات التانية اللي هي طبعا المومنتم والفولاتيليتي والسمارت ماني وكل حاجه. اوكي، فهتلاقوا حرفيا المؤشر بتاع اللوكن بيرسم الحركه بتاعه السعر. طيب يعني ايه اصلا بقى ان انا مثلا الاقي ان هنا مفيش فوليوم خالص؟ اوكي، يعني مفيش بارز اصلا، ده معناه اوعى تدخل تريده، اوعى تدخل تريده، لان اخرك اصلا الماركت هيكون ماشي بشكل عرضي. ده احسن سيناريو، ده البيست كيس سيناريو. اوكي، لكن الماركت في الحاله دي احسن حاله ان هو يتحرك بشكل عرضي، يا اما هينزل زحليقه زي الزحليقه اللي احنا فيها دلوقتي. تعالوا نمسح كده ونشوف اوريدي الكرنت سيتويشن بتاع السولانا مثلا او بتاع الماركت كله. شايفين زحليقه؟ يعني احنا حرفيا هنا
احنا ابتدينا مثلا الفوليوم ابتدى يختفي من يوم 10/10 طبعا حبيبنا، اوكي. فالفوليوم على فريم اليوم احنا صحراء، مفيش فوليوم اصلا، ذاتس واي احنا داون ترند بقلب جامد، تمام. اخرنا احسن سيناريو ان احنا نتحرك بشكل عرضي زي الكام يوم دول، اوكي. لكن كالعاده هنبقى بننزل داون ترند قوي جدا لحد ما يبتدي يظهر لنا فوليوم هنا. بلس ان احنا طبعا كده كده نازلين من تشبع شرائي لتشبع بيعي، ده لو احنا هنقارن كل الانديكيتورز يعني. تعالوا نبص حتى على الام سي دي اكس، هتلاقوا نفس الكلام 100%. 100% شايفين يعني، هتلاقوا اوريدي احنا من يوم 10/10، اوكي، من يوم 10/10 المؤسسات ابتدت تسحب فلوسها، فاللي ابتدى يسيطر احنا الانديفيدوال تريدرز، اوكي. ذاتس واي القوه الشرائيه زي الزفت، ذاتس واي هننزل ننزل ننزل لحد ما تبتدي المؤسسات تدخل تاني ويبتدي يظهر عندنا قوه شرائيه كبيره، ودي كده كده 100% هتبقى ديتكتد، او هيبقى الفوليوم بتاع اللوكن، المؤشر بتاع اللوكن لاقطها.